أسعار الفواكه تسجل ارتفاعا واضحا فاجأ المستهلك مباشرة بعد عيد الأضحى. في محاولة منا لفهم أسباب هذا الارتفاع انتقلنا صباح اليوم إلى سوق الجملة هنا في الدار البيضاء. مثلا سعر الكيلوغرام الواحد من الموز يبدأ من 14 درهما قبل أن يصل إلى نقاط التقسيط بأثمنة قد تصل أو ربما تتجاوز 20 درهما. قس على ذلك ما تبقى من الفواكه. طارق غانم. العنب، الموز، الخوخ والتفاح إلى غيرها من الفواكه تنتظر مشتريها من الباعة بالتقسيط، على غرار هذا المهني الذي انتهت جولته أخيرا بسوق الجملة بالدار البيضاء إلى شراء 15 صندوقا من التفاح الذي ينتهي إلى قفة المواطن بأكثر من 20 درهما. أخذت واحد 15 ديال التفاح فيها شي 350 كيلو، حيد منها 45 كيلو بدا فيها 49,000 ريال و100 ريال. الأسعار مرتفعة بزاف اخويا، ما تقدرش تحط يدك على السلعة بزاف. كتخرج كدي السلعة مثلا انا تقدي التفاح دابا ب 16 درهم، غنخرج غنزيد عليه السعر، غنزيد عليه شويه القصر. بشحال غنبيع التفاح؟ غنبيعو كاع ب 20 درهم، بزاف على المواطن. الموز يصل سعره بالجملة إلى 14 درهما ويصل المواطن على الأقل ب20 درهما، وكذلك الشأن بالنسبة لمجموعة من الفواكه كالشهدية والمشمش. ارتفاع في الأثمان يرده المهنيون إلى انقضاء موسم إنتاج واستهلاك بعض الفواكه، بالإضافة إلى كثرة الطلب وقلة العرض. هذه خويا على حساب الجوده، كاينه 15 درهم، كاينه 14، كاينه عاوتاني كاينه 10 دراهم، كاينه 10، كاينه 11، لكن ما مقاداش على حساب الجوده. نظري انا ما عرفتش السبب الغلاء، ما عرفتش واش قلت المياه، ما عرفتش واش السلعه قليله، ما عرفتش واش كتصدر، ما عرفنا شنو. التفاح اللي كنتكلموا عليه دابا واللي كيعرفوه الناس هو التفاح الابيض والتفاح الاحمر، اصلا ما بقاش في السوق. يعني تقريبا عندنا حنا في المحل عندنا حنايا اخر فياج ولا اخر تقريبا جوج فياجات بقاتنا واحد اليومين. هو في الاصل هو كيسالي في النص ديال شهر 5 كيسالي. هذا هما الاسباب اللي كيخليو هاد السلعه تكون مرتفعه الثمن ديالها، واللي هي في الاصل هي راه كيف قلنا على ان راه كتبدا في النص ديال شهر 9، وفي الغالب كتنتهي المده ديالها، يعني سميتو التواجد ديالها كينتهي في الاخر ديال شهر 5. هذا العام حاله خاصه انه مشات شهر 6 مشات شهر 7، هذا هو اللي كاين. وإن تفاوتت أسعار الفواكه من منطقة إلى أخرى، تظل هذه الأسعار المسجلة مرتفعة مقارنة مع السنوات الماضية. أسعار مرتبطة وفق المهنيين بقلة الإنتاج والظروف المناخية.